بمناسبة يا عزيزي الاهلاوي ان الاهلي خلاص هيلعب اورلاندو يوم السبت، فانا جاي اقول لك على تاريخ مواجهات الفريقين سواء في دوري ابطال اوروبا او في الكونفدراليه. بس قبل ما نقول اي حاجه نصلي على النبي وبسم الله الرحمن الرحيم. الاهلي يا عزيزي لعب اورلاندو بايرتس 6 مواجهات، 4 في دوري ابطال افريقيا و2 في الكونفدراليه. الاربع مباريات اللي النادي الاهلي لعب اورلاندو بايرتس فيهم كان في موسم واحد وهو موسم 2013، وساعتها النادي الاهلي اخذ البطوله وقدر يحقق البطوله الثامنه في تاريخه. فهل الاهلي والموسم دوت يقدر يفوز بالبطوله 13؟ الله اعلم. بس تعال اقول لك الاربع مواجهات كانوا 2 في المجموعات و2 في الفاينل. وساعتها اورلاندو بايرتس كان فريق كان عامل زي سان داونز، كان فعلا فريق غول. احنا لما لعبناه في المجموعات وشوفنا الفريق ده كان عامل ازاي، الصراحه لما اجى وقت الفاينل الواحد انا كنت خايف. فريق كان فعلا كان فريق مرعب بالذات في جنوب افريقيا، فالواحد فعلا كان خايف وكنت قلقان. اصل فريق زي اورلاندو بايرتس لما يجي في دور المجموعات يغلبك 3-0 على ملعبك، امال لما تروح هناك هتعمل ايه؟ يعني الفريق اجى لبك هنا 3-0، كنت ساعتها بتلعب في الجونه، لبك 3-0. انا قلت امال لما نروح جنوب افريقيا الفريق ده هيعمل فينا ايه؟ بس الحمد لله احنا رحنا جنوب افريقيا وقدرنا نخطف نقطه من المعمعة اللي كانت هناك وتعادلنا ساعتها معاه 0-0. وساعتها الاهلي صعد اول في المجموعه ديت واورلاندو كان صعد التاني. وخلاص الاهلي نص النهائي بيلعب القطن واورلاندو هيلعب الترجي، ويجي ماتش النهائي ويا نهار اسود احنا هنلاعب مين؟ هنلاعب اورلاندو تاني. طب ده وقعه سودا، حرفيا دي كانت وقعه سودا. انا خلاص انا قلت البطوله ديت ممكن احتمال 90% تروح، بس نخاف من مين؟ احنا كان ساعتها معانا ابو تريكه، وفعلا رحنا جنوب افريقيا وابو تريكه حط جون ولا اروع من ضربه حره مباشره، والماتش يخلص هناك 1-1. افريقيه ابو تريكه، الله عليك يا عم الناس، الله عليك يا عم الناس، يسعد كل الناس. خلاص البطوله بتقرب، تيجي في مصر تكسب حتى لو اتعادلت 0-0 البطوله بتاعتك، بس احنا ما نتعادلش. اجينا مصر وكسبنا اورلاندو بايرتس 2-0. كان ساعتها ابو تريكه حط الهدف الاول وعبد الظاهر حط الجون التاني وحققنا البطوله الثامنه. بس وسط الاحتفالات، وسط ما انت محقق البطوله الثامنه، ابو تريكه عمل حركته الشهيره. ساعتها الجمهور ما يفهمش ابو تريكه عمل الحركه دي ليه، يعني معناها ايه؟ محدش كان يعرف ان ابو تريكه ناوي يعتزل. وخارج مين؟ خارج ابو تريكه، وسطحيه حاره جدا من جمهور النادي الاهلي. كلام كتير على اعتزال ابو تريكه بعد كاس العالم للانديه. هل تغيب شمس ابو تريكه عن الملاعب المصريه؟ كيف سيكون حالنا بعد اعتزال واحد من اعظم من لمسوا الكوره في تاريخ الدوري المصري؟ اخر حاجه هقولها زي ما قالوا الخطيب وقت اعتزاله: لا يا تريكه، لا مالكش حق. في بطوله الكونفدراليه 2015 احنا لعبناهم الماتشين في نص النهائي، وساعتها هم اقصونا من البطوله وتغلبنا الماتشين. الماتش الاول كان هناك وتغلبنا 1-0، والماتش التاني اتغلبنا 4-3. جانا في مصر غلبونا 4-3، وما كانش في امل ان احنا نصعد. بس يا عزيزي دي مواجهات الفرقتين مع بعض، وان شاء الله الاهلي يوم السبت يعمل نتيجه ايجابيه هناك، ولو قلنا نطلع بنقطه وان شاء الله نحقق البطوله 13 وتبقى تاني مره نحققها واحنا بنلعب اورلاندو بايرتس. سلام. لا بس ما تنساش قبل سلام، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب سواء على التيك توك او على اليوتيوب. سلام بقى.